Mustapha ne ne suturata, kai ne mai taimaka walata, madogara ta baban binta, ya Mustapha sun ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ashraqa nura hadihi في سماء قلوب أصفيائه وأوليائه، والصلاة والسلام على الوسيلة الأعظم وعين المعارف الأقوم سيدنا محمد المتصف بصفات السيد الأعظم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن وسيلتنا وممدنا وقدوتنا روح الوجود ورمزه وقطب الكون ومركزه وسر الحق وتلسمه وحقيقة الكون ومجمعه، مولانا أبي الفيض أبي العباس الشريف الأصيل الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسن، وعن خليفته صاحب الوقت والفيدة فريد داره وغوث زمانه صاحب التجليات حامل لواء الذكر والصلاة والمدح أديم المثال شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا أبو إسحاق حاجي إبراهيم يس الخولي. أما بعد، فأزكى التحيات وأتم التسليمات ونوال البركات عن مدد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمنا وتؤمكم، فإننا الحمد لله بمناسبة هذا الموسم السنوي والمولد المحمدي والاجتماع الجسماني بل الالتقائي نريهمكم إلى حضرة كاتم النبوة والرسالة التي تفجر سرها من حضرة الإلهية القدسية، وأهنئكم بحضوركم هذه الحفلة المحمدية التي نقيمها في كل سنة تحت إرشادي وسيادتي وقيادة مرشدنا وسيدنا وقائدنا إلى الله تعالى، وهو مولانا صاحب الهمة العالية شيخ الشبابين بل والشيوخين الذي بذل ماله ونفسه وعلمه ومعرفته في سبيل الله، وهو أيضا خادم الطريقة التجانية والفيلة الإبراهيمية. صحابة كان ما لم يلبس خلة الأمن من مكر الله، وعليكم بالنجوم أعمال الصالحات. قال تعالى: إن
والصلاة والصوم وهلم جرا. الأوراد التجانية المعلومة، فالوظيفة تخفف عن صاحبها جميع ما ارتكبه مما يستحق به العقوبات العظيمة. هكذا أوراد الصباح والمساء وذكر الجمعة. أيها الضيوف الكرام، نتخذ هذه الفرصة لنجدد وصيتنا لجميع المقدمين والمشايخ والخلفاء أن يقوموا على ساق الجد في إرشاد الإخوان ومنازعتهم في الإسلام والطريقة والفائدة دائما ودواما. وأنتم أيها المريدون الزموا صحبة المشايخ وخدمتهم ومحبتهم لله في الله إلى الله، فإنهم يقولون من استخدمنا قدمناه في الدنيا والآخرة. أخيرا نرحبكم ونشكركم خصوصا مولانا وابن شيخنا الذي معنا هنا بجسمه وقلبه وروحه، وهو العارف الرباني والتقي الواصل والزاهد الفاضل الوارث الحقيقي صاحب المقامات العلية والمراتب السنية والأنوار القدسية والأسرار الربانية والأحوال المحمدية والعلوم الكشفية والإشارات الإرفانية والإرشادات الأحمدية والمشاهدات النورانية. الشريف الحقيقي ووارث أسرار أبيه الكريم أنا وهو مولانا الخليفة الأعظم الشيخ علي بن مولانا الشيخ أحمد علي أبو الفتوحات والبركات. فجزاكم الله عنا خيرا وأدام بدنكم أبدا وشكر سعيكم أبدا بجاه جدكم صلى الله عليه وسلم. وبالختام أيضا نسأل الله جل وعلا أن يزيد لنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه أبي العباس وعبده برهام عبد الزاد. كما نسأله تعالى أن يثبتنا على هذه الطريقة التجانية والفائدة الإبراهيمية الحنيفية. نسأله أيضا أن يرجع كل واحد منا إلى منزله ومرضعه سالما غانما، وأن يخير لنا أمثال هذه الجلسة المحمدية بجاه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله محمد المنصور ابن الحاج إبراهيم منصور إمام. Amin.